مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة جوز الهند. حاجة كده بجد تحفة زي ما انتوا شايفين. هنعملها بكوبايتين دقيق سميد بس، ولا زبدة ولا سمنة. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، بداية واحدة وكوبايتين دقيق سميد هيعملوا لنا العظمة دي. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ وطعمها بجد خطير. بدل ما تشتريها بالغالي، احنا هنعملوها بأقل التكلفة، وكمان هتكون طريقتها سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوني على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله كل خير يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا ايه. معايا بوله. اول حاجه هحطها كوبايتين دقيق سميد. طبعا كلنا عارفين دقيق السميد اللي بيتعمل بيه الحجازيه، وبيتعمل طبعا بالهريسه والبسبوسه، كلنا عارفين. هحط كوبايتين من السميد بالمنظر ده. انا عايزه اقول لكم والله العظيم طريقتها جميله جدا جدا، طريقه كده سهله جدا وبسيطه. هنزل عليها بكوبايه من السكر، وطبعا اسفه على لون السكر، ده سكر التومين ولله الحمد. وهنا نزلت بكوبايه من جوز الهند وكيسين فانيليا زي ما انتوا شايفين، كله على بعضه بالمنظر ده. وكيس بيكنج باودر، هي معلقه بيكنج باودر كبيره، بس احنا طبعا هنحط الكيس هو يا دوبك معلقه. يبقى احنا حطينا دي سميد كوبايتين، كوبايه من السكر، كوبايه جوز الهند، كيسين من الفانيليا، كيس بيكنج باودر. قلبت المواد الجافه كلها. هنزل بكوبايه من الحليب. طبعا كوبايه الحليب اللي انا حطيتها دي كانت فيها قشطه كتير من بتاعه اللبن. وبعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت. النهارده احنا مش هنستعمل سمنه خالص ولا هنستعمل زبده، هو زيت، وهنعمل بيه ما شاء الله بسبوسه تحفه جدا. يعني النهارده ولا هنستعمل زبده ولا هنستعمل سمنه، هنعمل بالزيت وهتطلع تحفه جدا زي ما شفتوا معايا في الاول. معايا الصينيه حطيت فيها ماده دهنيه، نزلت بالخليط كده في قلب الصينيه، وهخبط خبطتين، وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد لها تلت ساعه حسب نوع الفرن. واول ما تخرج من الفرن نشوفها مع بعض. وطبعا كده حبايبي بعد ما خرجت من الفرن، انا عايزه اقول لكم ان هي هشه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. ريحتها تحفه بجد والله، طلعت قمر، طلعت جميله جدا جدا. وهنا معايا السيرب عملته انا بقى طبعا علشان ما اطولش الفيديو عليكم. كوبايتين من السكر، معايا كوبايه وربع من الميه، معايا عصرة ليمونة وكيس فانيليا. هي دي مقادير السيرب. سبته لمدة 5 دقايق على النار، وبعد كده طفيت عليه. كان السيرب معايا سخن، والبسبوسة كانت لسه طالعة من الفرن، وحطيت الاتنين مع بعض كده وغطيتهم لمدة دقيقتين بس. وبعد كده حبيت بقى ان انا اوريكم شكلها عامل ازاي. انا عايزة اقول لكم بجد تحفة. انا عايزة اقول لكم كمان ان البسبوسة والهريسة والحاجات دي غلت زي ما اي حاجة غلت. احنا النهارده عملناها بمقادير بسيطه جدا جدا، وان شاء الله باذن الله تكون موجوده في بيتك. انا ما اشتريتش الا دي البسبوسه بس، يعني نص كيلو ب15 جنيه. عمل لي الصينيه القمر دي. يعني جوز الهند كان في عندي شويه عملت بيهم. البيكنج باودر والفانيليا بيبقى برضو موجوده برضو في البيت، يعني يعتبر هي اتكلفت 15 جنيه بس. الحاجه التانية كانت موجوده في البيت. ما شاء الله طلعت جميله بجد، طعمها تحفه جدا. وشفتوا الطريقه قد ايه سهله، وعايزه اقول لكم ان هي طالعه عاليه بجد تحفه خالص، عجباني جدا جدا. ما شاء الله طلعت بجد جميله جدا جدا. مفيش حد كلها الا لما عجبته، جنب فنجان شاي بقى كده ولا فنجان شاي بلبن. بجد هتمشي معاكي الصبح، هتمشي معاكي بالليل. جميله جدا جدا، طعمها بجد تحفه، والطريقه بسيطه وسهله. بدل ما تشتريها من بره بالغالي، دلوقتي طبعا وصلت لها ل 160 و180، والهريسه في من 160 و150. يعني طبعا بجد الاسعار ارتفعت في كل حاجه. احنا يعتبر ما كلفناهاش كتير، يعني مقاديرها بسيطه جدا وكله فوق بعضه، وتلاقي نفسك دخلتيها الفرن تطلع لك قمر، تطلع لك بجد حاجه تحفه جدا جدا والله. وممكن ان انت تعمليها في صينيه اكبر من دي، هتطلع لك الحته يعني مش عاليه قوي زي كده. هي طلعت معايا عاليه جدا كده، طلعت معايا عاليه وجميله بجد ما شاء الله. طعمها تحفه جدا جدا بجد. حتى اللون يعني شايفين ما شاء الله اللهم بارك، اللون كمان جميل جدا جدا. بصوا كده تحسوا ان هي والله بتدوب كده، يعني اللهم بارك جميله جدا جدا ما شاء الله. طريقه بسيطه وسهله. وده كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.